هاتي لفة الجلاش وحطيها زي ما هي في الصينية بتاعتها، وتعالي هنعمل اكتر حاجة طالعة ترند اليومين دول وبجد حلوة قوي. بصوا بقى، انا جبت لفة الجلاش قطعتها كأني هعملها حلويات عادي جدا، ورحت مدوبة شوية زبدة في الميكروويف وحطيتهم عليها. ليه؟ انا هعمل بيها حاجة حلوة قوي يا بنات، كلنا دلوقتي بنشوفها على اليوتيوب وهي طالعة ترند، وفعلا تستاهل انها تطلع ترند. بعد ما جربتها عرفت قد ايه هي جميلة. انا هنا يا بنات جبت شوية الزبدة سيحتهم في الميكروويف، ورحت نازلة على الجلاش، حطيت كمية كبيرة علشان اشربها كويس قوي، وبعد كده هصفي باقي الزبدة. انا باقي الزبدة ده انا مش محتاجاه ومش هسيبه في الفرن. لا انا هاخده وهصفيه لاني انا هستخدمه تاني في الكنافه. كده تمام، اتشربت كويس جدا. رحت مدخلاها الفرن، جبت صينيه وحطيت فيها يعني ربع كيلو وحاجات بسيطه من الكنافه. لو الكنافه بتاعتك انت لسه مخرجاها من الفريزر زي كده، فتفتيها بايدك هتتفتفت معاكي بكل سهوله. لو هي طازه وانت لسه جايباها دلوقتي حالا، اضربيها في الكبه هتتفتفت معاكي بمنتهى السهوله. حطيت باقي الزبده واديتها كده تقلبتين، قعدت في الفرن بالظبط من ربع ساعه لتلت ساعه، وفضلت كل 5 دقايق بقلب فيها. واول ما تحسي ان لونها بقى موحد وذهبي، خلاص على كده خرجيها من الفرن. هنا يا بنات وهم في الفرن انا حطيت الكنافه والجلاش مع بعض. حطيت نص كوبايه من الكريم شانتيه، الكوبايه اللي في ايدي دي صغيره انت شايفاها مليانه ولكن هي نص كوبايه من الكريم شانتيه، ونص كوبايه من السكر بودر، وحطيت يعني ربع كوبايه او ما يعادل ربع معلقه من اللبن. لبن مثلج يا بنات، لو انت مش عندك حليب مثلج هتعمليها بميه ساقعه عادي جدا. بصي الكنافه، بصي لونها كله موحد، مفيش واحده محروقه واحده بيضه، لا كلها لونها واحد. سيبيها على كده، اوعي تحطي عليها اي حاجه. الجلاش ده بقى كان بارد شويه، بصي برضو بيديكي ان كله لون واحد، مفيش حاجه غامقه وحاجه فاتحه. هنا يا بنات انا قطعت الجلاش، وبما اني كنت جايبه اللفه قسمها 2 فكانت الطبقه بتاعتها عاليه قوي، فاللي في النص ده كان طري. حطيها في صينيه اكبر لو انت عايزاها كلها مقرمشه، بس بصراحه مش عايزه اقولك الطري ده كان طعمه لذيذ. بصي انا كنت واقفه باكل فيه حلو قوي وجميله. ورحت بقى كنت عامله ايه، شربات، زقيته بالشربات لانه لازم يتسقي شربات. او يا بنات لو عندكم عسل نحل ابيض حطي عليه معلقتين وقلبيها تقليبه حلوه، هيبقى تمام. قلبته كويس ورحت ركنته وجيت اعمل صوص السينابون، وده ملهوش اي لازمه في الوصفه. يعني هو بصراحه كطعم هو تحفه. إيه انا عملته ليه؟ لاني مكوناته كانت موجوده عندي، فقلت ان انا هعمله. لكن لو انتي مش عندك المكونات دي استغني عنه، لان كده كده انتي عامله صلصه الكشري اللي هي الكريمه او الكريم شانتيه، لكن ده كان اضافي كده، انا كنت حابه الطعم فعملته. ما تقيديش نفسك بيه خالص. حطيت 6 قطع من الجبنه المثلثات او جبنه كيري او قشطه، يعني معاكي ال3 دول تقدري تعملي بيهم. وهنا يا بنات دي كانت كوبايه الا ربع من الحليب البودر، ونص كوبايه من السكر البودر، ومعلقتين من الزبده، وضربتهم كويس جدا بالهاند بلندر. بقى معايا احلى صوص. الصوص ده لو تفتكروا احنا كنا عاملينه للسينابون، انا هستخدمه للخلطه دي، لان هو كطعم بصراحه بصي مش عايزه اقولك هو ملهوش وصف، هو احلى طعم صوص حلويات انا جربته لحد دلوقتي. بس ما تكلفيش نفسك، اعملي الكريم شانتيه برضو هيقضي معاكي الغرض. هنا طبعا الرز بلبن ما عملتهوش في الفيديو ليه؟ عشان ما اطولش عليكي الفيديو، وفي نفس الوقت احنا عارفين الرز بلبن بيتعمل ازاي. اعملي الرز بلبن عادي جدا، حطيه في الاطباق وعليه الكنافه مش حاطين عليها لا سكر ولا عسل، لاني هنحط عليها الصوص اللي انا عاملاه. وطبعا بدل لو انتي ما عملتيش الصوص دون هتحطي الكريمه اللي هو صوص الكريمه اللي احنا عاملينه. تمام يا بنات، لحد كده سهل جدا مفيهوش اي حاجه. الكشري ده يا بنات كان من اختراع محلات بلبن، بجد اخترعوا حاجه لا فوق الوصف، بجد فوق الوصف بجد. بصي بقى
جبت موزايه قطعتها على الطبق، يعني انت بنص كيلو موز هتقدري تعملي الاطباق كلها. وبصراحه يا بنات بالموز طعمه رهيب، ممكن تجربيه بالمانجا وممكن تجربيه بالفراوله. انا بصراحه جربته بالموز كان ملهوش حل. والاناناس كمان تقدري تعملي بالاناناس، بامانه يا بنات كان تحفه. انا عجبني قوي بالموز وعجب ولادي بالموز، كان خفيف ولذيذ والطعم رهيب. حبيت انزل بصوص بقى، فجيت اجيب صوص الكريمه، فرحت نسيت ونزلت بالصوص دون. فمعلش لا، انا هجيب صوص الكريمه، الكريم شانتيه يعني، علشان انا هستخدمه هو. انا مخليه خفيف مش مخليه سميك، لان الوصفه دي مش محتاجه الكريمه تبقى خفيفه، تبقى تقيله، اسفه. كده تمام وزي الفل. دي بقى تعتبر صلصه الكشري. يلا نحط البصل او الجلاش يا بنات. بصي الجلاش ده بجد كان طعمه حلو قوي وبيحلي الطبق، يعني انا مش عارفه سبحان الله، اكتر حاجه كانت محليه الطبق هو طعم الجلاش. ده بقى الحمص. انا بقى عملت ايه، عندي اللي هي الكريسبي الشوكولاته ده يا بنات، اللي انا كنت عامله بيه الغريبه في الفيديو معاكم، استغليته ان يكون الحمص. لو مش عندك استكفي بالموز، الموز او اي فاكهه هتحطيها مكان الحمص. بس يا بنات عايزه بقى تحطي على الوش صوص شوكليت، حطي صوص كراميل، صوص فراوله، اي صوص موجود عندك استخدميه. دي بقى بتاعتك انتي ولعبتك انتي، بس انا اكتفيت بكده في الاطباق وقلت كده تمام. هنا يا بنات دي الكميه كلها اللي اديتهاني، واتبقى معايا جلاش كتير واتبقى معايا كنافه كتير، حطيتها في اكياس وشلتها في الفريزر لاني هتنفع في مره تانية. بس المهم عجبني شكله قوي كده، وكنت حاساه كده لذيذ كده وشكله شيك جدا، يعني لو جالك ضيف هتقدميه هتبقي منبهره. وبجد انا اللي بقولك لما يجيلك ضيف اعملي له الوصفه دي. وفي حاجه تاني بقى، انا هنا لاحظت اني لا، انا حاسه اني ناقصه حاجه. طب ناقصه ايه؟ فكرت كده كويس، قلت اديله كده بسكوت اوريو من على الوش، فلقيته هيبقى تحفه. وكمان طعم البسكوت معاه كان جميل. خليت كام طبق من غير البسكوت علشان اللي عايز ياكله من غير بسكوت ياكله. بجد يا بنات حلو قوي لذيذ قوي، هيعجبك، جربيه وترجعي في الكومنتات تقولي لي ايه رايك. يلا بقى، لو انت وصلتي معايا لحد هنا هتحطي لي لايك وتشتركي في القناه لو انت لسه ما اشتركتيش، لان بيشرفني كتير متابعتك ليا. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.